بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة: مؤرخات مصريات رائدات لعصر الحروب الصليبية. بصراحة أنا أتعجب من عدد من المؤرخات المصريات ممن قدم للمكتبة العربية دراسات لم يقم بها الرجال أنفسهم، والكتب تتحدث عن نفسها. وأتعجب من عدم وجود ضعف أنثوي، يعني المرأة بطبيعتها كائن ضعيف، وهذه حقيقة على المستوى النفسي طبعا. فعندما تؤلف مؤرخة عملا يعيش عشرات السنوات ولا يجد ولن يجد منافسا، هذا أمر محير. علي الجنزوري، الأستاذة القديرة، إمارة الروها لا مقابل لها بالإنجليزية ولا الفرنسية ولا الألمانية. وهاملتون جيب العلامة الإنجليزي عندما كتب زنجي أند ذا فول أوف إديسا، زنكي وسقوط الروها في سترنت بولدوين، كتب عن الروها نصف صفحة. أما علي الجنزوري فقامت رسالتها بإشراف السيدة كاشف، أول مؤرخة عربية حديثة، والعلامة عاشور، سيد عاشور. ومن أمتع ما في الكتاب الفصل الأخير: عوامل سقوط الروح، العوامل الداخلية والخارجية، فلسفة تاريخ ما شاء الله عليه. وأنا التقيت بهذه الأستاذة القديرة وسألتها: كيف أعددت هذه الدراسة؟ قالت لي: هذا ثلث ما جمعت من مادة. وهذا الكلام معناه أنها بذلت مجهودا ضخما، وأن المشرفين قام بإزالة الكثير مما كتبت ولم تتضايق. هذه نقطة مهمة، وبصمات عاشور فيها. عاشور هو المتخصص في الحروب الصليبية. فالكتاب ممتع، ورجعت إلى مصادر يونانية ولاتينية، وطلبت من البعض أن يترجم لها. وفي الملاحق مرسية نارسيس الذي رسى سقوط الروح، وهي مؤرخة قديرة لا شك في هذا. نأتي إلى دراساتها عن المرأة في الحضارة البيزنطية، صدرت في الثمانينيات. الآن وأنا أحدثكم في 29 إبريل 2024 لا مقابل لها ولن يكون على المدى القريب. النت موجود. الشباب الذي دائما إذا قلت له صباح خير يقول لك صباح النت. طيب، النت موجود. ماذا فعل جيل النت؟ جيل الإنترنت، طبعا نحن في مصر نسميه النت تدليلا أو اختصارا. ماذا فعل جيل الإنترنت؟ مع احترامي، عمل متواضع. فكتابها المرأة في الحضارة البيزنطية لم ولن يجد منافسا. وبصراحة المرأة هي التي تكتب تاريخ المرأة، أما الرجل فكان الخصم والحكم. وأفضل دراسات عن المرأة كتبتها مؤرخات: نريمان عبد الكريم الزميلة الفاضلة الأستاذة القديرة بجامعة المنوفية، ودراستها عن المرأة في العصر الفاطمي، إشراف دكتور مجد. وعلي الجنزوري المؤرخة القديرة عن المرأة في الحضارة البيزنطية. وجوزيف نسيم أعجب جدا بهذا الكتاب وكان حريصا على أن يلتقي بالمؤلفة القديرة. فهذه علي الجنزوري. أما أستاذتنا عفاف صبرة فهي مؤرخة قديرة، وخرجت العديد من الباحثات في جامعة الأزهر، وقد غيرت بجدارة الفكرة التقليدية الواهمة أن جامعة الأزهر لا تنافس الجامعات الأخرى. نافستها وتفوقت عليها، وعدت باحثات لا نجدهم لا في جامعة القاهرة ولا جامعة عين شمس. وهذا الكلام طبعا سوف يضايق البعض، فليتضايق. الاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية. لكن طبعا أنا أنتظر من هذه المؤرخة القديرة أن تعلن أن العصور الوسطى كاصطلاح وهم، وتؤيد ما ذكره زميلها المؤرخ الحاضر قاسم عبد القاسم. أما دكتورة زبيدة عطا فهي مؤرخة قديرة، ودرست العلاقات الأيوبية البيزنطية في عصر الحروب الصليبية في الماجستير، والدكتوراه حققت مخطوطة بيبرس الدواداري زبدة
فكرة من تاريخ الهجرة، وأشرفت على عشرات الرسائل الماجستير والدكتوراه، وأقامت مدرسة في جامعة المنيا وجامعة حلوان، ووصلت إلى أعلى درجة أن تكون عميدة كلية الآداب جامعة حلوان. وهذه السيدة ب100 رجل على المستوى الشخصي تقف بجوار الحق، ما شاء الله عليها. والله أنا لا أجامل مؤرخة قديرة أعرفها منذ سنوات عديدة، وقد طلبت مني أن أشرح لطالبات وطلبة الدراسات العليا في دبلوم ما يسمى بالعصور الوسطى في جامعة حلوان. ما هذا الأدب، ما هذا الجمال، ما هذه الشياكة. تدخل مكتبها تجد الزهور الجميلة، تعشق الحياة. فعلا الأستاذ دكتورة زبيدة عطا عاشقة للحياة وللجمال بكافة أشكاله بشكل رائع للغاية، وخلق وعلم وأدب مثل زميلتيها سيدتنا الدكتورة عفاف صبرة والمؤرخة الراحلة عليا الجنزوري. ثلاث مؤرخات رائدات بشكل عجيب، وأنا أدعو الباحثين للاهتمام بمؤلفاتهم. وبصراحة يعني نحن تأخرنا في أنا بفضل الله تعالى أعددت 3 كتب تكريمية لل3 مؤرخات، وهذا تشريف لي قبل أن يكون تشريف لهن يعني. لكن مؤكد أن عفاف صبرة أستاذتنا محفوظ بالقبض وعليا الجنزوري وزبيدة عطا كل واحدة تحتاج رسالة ماجستير عنها. هذه المؤرخة، عصرها، العوامل التي كونتها، مؤلفاتها، المدرسة التي كونتها، تلاميذها، ما الجديد الذي أتى. هذا هو الشغل. كفانا من الحديث عن التاريخ كوهم ماضي. التاريخ علم وفن وعشق الحاضر، الحاضر وليس الماضي. شكرا جزيلا.